النهاردة معانا حلا حلو جدا ولذيذ وخفيف ومكوناته سهلة وما بياخدش 10 دقايق في العمل. هنبدأ من مكوناته. هي عبارة عن بسكوت شاي عادي. اي نوع بسكوت بتحبوه او تفضلوه بنكسره تكسير بسيط كده، ما بنفتتوش، تبقى حبيبته كبيرة وباينة واضحة. نبدأ نعمل صوص هنمسك بيه البسكوت. الصوص عبارة عن كوباية حليب، ربع كوباية كاكاو، كوباية الا ربع سكر بودرة، و5 قطع زبدة. كله هيضرب على البارد، ونبدأ بعد ما نضربه هنصبه على البسكوت، ونبدأ نقلب كويس في البسكوت من تحت لفوق لحد ما نتأكد ان البسكوت شرب الصوص كله. بس ما نحاولش ان احنا نفتت البسكوت واحنا بنقلبه، يعني نقلب براحة ونجمع كل حبيبات البسكوت مع بعض في الصوص. نتأكد ان كل قطعة من البسكوت شربت من الصوص. بنكون محضرين صينية صينية كيك بتتفتح عشان نقدر نطلع منها الكيكة او البسكوت بمنتهى السهولة، وبكون حاطه لها ورقة زبدة مدهونة. بصب فيها الليزي كيك وهبدأ اضغط كويس على الليزي كيك على البسكوت لحد ما اتأكد ان مفيش اي فراغات بين البسكوت وان البسكوت كله ساوي. بفضل اضغط كويس لحد ما بساوي البسكوت كأنه قطعة واحدة السطح. اتأكد ان مفيش اي فراغات عشان يقدر يتماسك مع بعضه، ولما نيجي نقطعه يطلع قطعة واحدة، ما يبقاش البسكوت مفتت. وبندخله الفريزر لمدة نص ساعة، وبنحضر صوص شوكولاتة. بنسيح الشوكولاتة انا بحط عليها كريمة، بحب احط صوص شوكولاتة عليه كريمة، بيدي طعم غني كده وبيبقى كثيف وطعمه غني ولذيذ. بعد كده ببدأ اصبه فوق البسكوت، طبقات البسكوت، وبساوي السطح كويس. برضو بتأكد ان مفيش اي فراغات وان السطح كله متساوي وكامل مفيهوش اي مكان فاضي. ببدأ ازين من فوق دول معلقتين نسكويك، بحب برشه فوق الوش، وبزين باي مكسرات عندي، سوداني، جوز هند، اي نوع مكسرات تحبوا تزينوا بيه، او ممكن ما تزينوش بيه خالص وتستكفوا بالنسكويك، بيبقى طعمه حلو برضو. بندخلها التلاجة لمدة من 3 ل 4 ساعات. نتأكد بس ان هي طبقة البسكوت كلها مسكت في بعض، والجناش اللي فوق اللي احنا حطيناه فوق مسك، ما بقاش سايل. انا عشان في كريمة هيمسك بسهولة، الكريمة بتقل الجناش، بتخليه يبقى مع طبقة واحدة بسهولة بس. وبعد كده بنبدأ نقطعها. يا رب تكون سهلة وسريعة للكل، وهتقوموا تعملوها في 10 دقايق بالظبط.